النهارده هنتكلم عن شركه مش واخده حقها في عالم الساعات السمارت، وممكن تكون بتقدم حاجه مختلفه شويه عن باقي الساعات اللي موجوده في السوق في نفس فئتها السعريه، الا وهي الفخامه. كوسبكت بتقدم منتج فخم. الساعة أهم مميزاتها في الإيد عموما قبل ما تبقى ساعة إنها إكسسوار، والإكسسوار كل ما كان فخم كل ما ادى شياكة أكبر. فأنت هنا هتاخد فخامة مش موجودة، ممكن نقول 90% من باقي المنافسين في نفس الفئة السعرية. يلا نبدأ، يلا بينا. معانا 4 ساعات من كوسبكت، وهما التانك الاكس 2 والتانك ام 3 والتانك اس 2 والتانك تي 3 الترا. 4 ساعات ب4 فئات مختلفه، في الباند لو انت عايز حاجه رياضيه، في البناتي شويه او الموجهه للاستخدام النسائي وهي الاس 2، والاثنين التانيين اللي انا بشوفهم عرسان الليله الام 3 والتي 3 الترا. يلا بينا. ال4 ساعات هنا بيجوا بشاشات اموليد، يعني مفيش تضحيه تحت الشمس، يعني لو انت خارج بره او في النهار مش هتواجه صعوبه في ان انت تشوف الساعه عموما او ان انت تعمل اكشن على الساعه. ال4 ساعات بيدعموا المكالمات عادي جدا، مفيش اي مشكله، وكواليتي المكالمه كويس كمان، والصوت مسموع للطرف الثاني، وانت كمان بتسمع الصوت بشكل ممتاز جدا. ال4 ساعات داعمين للجي بي اس، وال4 ساعات بيجوا بمعيار امان ال 5 اي تي ام، ده غير كمان الاي بي 69 اعلى معيار امان تحت الميه. فامورك تمام من ناحيه الكواليتي والمتانه، وانا باكد لك هنا الكواليتي بتاع الساعات هنا ممتاز جدا جدا جدا. ونبدا مع الاخت هنا الصغيره وهي الكوسبكت الاس 2. هنا الكوسبكت الاس 2 نقدر نقول انها شويه اقل في الخامات من اخواتها، انها بتيجي بتصميم بلاستيكي شويه، بس البلاستيك اللي هنا برضو محترم جدا وقوي جدا، باين عليه انه سوليد. الشكل باين جدا ان هي موجهه للاستخدام النسائي. بس ايه الاوبشنز اللي بتيجي فيها وحجم شاشتها قد ايه؟ الهيكل الداخلي كله بيجي من سبيكه الومنيوم بس متغلف ببلاستيك مقوى، يعني انت هنا من بره الكفر بتاع الساعه هتلاقيه بلاستيكي، بس بلاستيك قوي جدا وناشف جدا على الساعه. هل ده معناه ان الساعه هنا الكواليتي بتاعها وحش؟ هل ده معناها ان الساعه هنا الكواليتي بتاعها اقل من باقي الساعات التانيين؟ لا نهائي خالص، تقريبا نفس المتانه ونفس لغه التصميم ونفس الفكره العامه بتاعت ساعات كوسبكت، بس يمكن هي اصغر حجم شاشه فيهم. طبعا بعيد عن الباند، هي بتيجي بحجم شاشه 1.32 بوصه، وبتيجي بجوريلا جلاس 3، وده معيار امان قوي على الساعه. ان الساعه هنا جايه بحمايه كويسه جوريلا جلاس 3، وكمان واخده شهاده المتانه العسكريه، فانت من ناحيه قوه التحمل الساعه هنا تاخد معاك الامتياز وانت مرتاح. نيجي هنا للبطاريه والمعالج. الساعه بتيجي ببطاريه 350 ملي امبير، بتيجي بمعالج الاي تي اس 3085 ال، وبتيجي باصدار بلوتوث 5.3 وسرعه استقبال البيانات ما بين التليفون والساعه. نروح بقى للفيتشرز الداخليه اللي بتيجي في الساعه هنا. الساعه هنا عليها اكتر من 170 نظام رياضي ممكن تمارسه، مشي، جري، ركوب عجل، سباحه، كل حاجه تتخيلها وتيجي في بالك هتلاقيها موجوده. لو انت سباح كمان الساعه بتقدر تعمل لك زي تيست صغير وتديك ريتنج انت بتعرف تعوم قد ايه. ده غير كمان ان الساعه بتدعم 6 انظمه ملاحه للجي بي اس اللي موجود هنا، عشان دقه المكان اللي انت فيه تبقى بتقيس بالظبط مكانك فين، مش مجرد حاطين جي بي اس وخلاص. والساعه هنا بتدعم قياس نبضات القلب وضغط الدم وتشبع الاكسجين في الدم ومراقبه الصحه والتوتر، وبتحلل لك مراحل النوم بتاعتك، تقول لك بقى النوم بتاعك خفيف عميق، نمت كام ساعه نوم عميق، نومك فيه توتر، توضح لك كل تفاصيل نومك. ده غير كمان المتابعه النسائيه اللي في الساعه هنا، وكمان تنبيهات لو لقيتك قاعد فتره طويله او ما بتعملش حركه، بتشرب ميه، كل الكلام الرخم اللي احنا ما بنحبوش ده موجود برضه. الساعه هنا كمان غنيه بالواتش فيسز، انت بتتكلم ان انت من خلال التطبيق ممكن تنزل عليها اكتر من 500 واتش فيس مختلف، يعني من الاخر متجدده مش هتزهق منها. وانا بصراحه شايفها ساعه كويسه جدا لو في بنت محتاجه مثلا انها تتابع الرياضه او الصحه وعايزه ساعه شكلها بناتي اكتر من الساعات السمارت اللي بتدي الشكل الطبيعي ده بتاع الساعات السمارت، فالاختيار هنا هيبقى ممتاز جدا جدا جدا. ونروح للاخ الثاني وهي الكوسبكت تانك اكس 2. زي ما احنا شايفين الساعه هنا سوليد جدا حرفيا. البند هنا اكتر من مجرد بند، يعني تفاصيل في الستراب وحاجات يعني قويه جدا جدا في الساعه. من ناحيه الديزاين انا بصراحه شايفها حاجه، من ناحيه الديزاين زي ما احنا شايفين في الايد، انا حجم ايدي كبير شويه فمش عارف، انا شايف ان دي بالنسبه لانها بند
انت بتتكلم ان حجمها كويس جدا للي ايده كبيره، فهتحس ان انت مش لابس حاجه صغيره او اكنك لابس حظاظه او كده. لا، الموضوع هنا لذيذ، حجمها كويس، في الايد واضحه، الشاشه بتاعتها حجمها كبير. الشاشه هنا بتيجي بحجم 1.64 بوصه، وده حجم كويس جدا، يعني هي اكبر من اللي فاتت. فانت بتتكلم ان انت واخد بند بحجم الشاشه دي حاجه كويسه جدا في فئه البند عموما. ان انت تاخد حجم شاشه كده لذيذ جدا في الاستخدام، ومش هيضايقك، مش هتحس ان انت لابس حاجه صغيره او رخيصه. ونفس الكلام كلهم شاشاتهم اموليد، دقه 280 في 456 بكسل، وبتيجي برضو مع جوريلا جلاس 3، يعني ما تقلقش من الصدمات. وكمان واخده 15 شهاده في المتانه العسكريه، فانت هنا لابس حرفيا قطعه معدن سمارت. الباند متينه جدا فوق ما انت متخيل، مجرد ما تمسكها هتحس بكميه فخامه مرعبه. والباند ده يقدر يخش في حراره، عواصف، شتاء، ما تقلقش من اي حاجه، اموره تمام. وبرضه بتيجي بنفس معيار الامان ال 580 m، زي ما قلنا كل الساعات بتيجي بنفس المعيار. فانت هنا ما تقلقش، معاك لحد 50 متر عمق تقدر تنزل بيه بالساعه، يعني لازم تكون غطاس حرفيا عشان توصل للعمق اللي تقدر الساعه دي توصل. وبطاريتها هنا اقل شويه، بتيجي ب 290 ملي امبير، وبتيجي بمعالج الاي تي اس 3085 اي. والبطاريه هنا بتقعد معاك من 8 ايام ل 12 يوم في الاستخدام العادي، ومن 5 ل 7 ايام في الاستخدام المكثف. فبرضه امورك تمام في الشحن هنا. اغلب الساعات اللي فيها امكانيات كتير بتبقى ده وضع البطاريه بتاعها، فدي حاجه مبرره جدا. وكمان ممكن توصل معاك ل 44 يوم لو هتعملها وضع الستاند باي، يعني مش هتشتغل غير على انها ساعه، امورك تمام، سافر وروح وتعالى وهي هتفضل شغاله. وبرضه بتيجي ببلوتوث 5.3 عشان الكونكشن اللي بينها وبين التليفون ما يبقاش فيه اي تاخير. وعليها برضه اكتر من 170 نظام رياضي، ده غير انها بتقدر تتعرف على النشاط الرياضي اللي انت بتعمله من غير ما تقول لها. بمجرد ما تبدا انت في الرياضه بتاعتك تبتدي هي تديك البروجرام اللي انت تشتغل عليه. اما بالنسبه للميزات الصحيه اللي هنا، فاغلبهم جايين بنفس الاسطمبه، اللي هي برضه تتبع الاكسجين، قياس نبضات القلب وضغط الدم وتشبع الاكسجين في الدم وتحليل مراحل النوم برضه وتمارين التنفس، يعني كلهم بيجوا بنفس السيستم بتاع الصحه. فانت هنا امورك تمام. بتاخد برضه اختلافات بسيطه، بس المين او الحاجه اللي مركزين عليها كلها موجوده في نفس الساعه. برضو الساعه بتيجي بامكانيات تغيير واتش فيسز كتير جدا من على الابلكيشن بتاع كوسبكت، وبتعرض الرسائل والمكالمات، وبتقدر تجيب لك كل النوتيفيكيشنز اللي موجوده على الابلكيشنز. مش شرط الحاجات اللي بيجي منها رسائل، لا، انت ممكن تفتح وتخصص الابلكيشنز اللي انت محتاجها وتبعت لك على طول بشكل دوري من غير ما تستنى بقى. ومش شرط هنا بس المسجات من ابلكيشنز زي واتساب وانستجرام وفيسبوك، لا، انت هنا ممكن تخصص لها اي ابلكيشن بيجيب اي نوتيفيكيشن وتجيلك، مفيش اي مشكله. والاكس 2 لو قلنا اللي بيميزها هنا المتانه والشكل البند، في ناس بتحب شكل البند، ما بتحبش تبقى لابسه ساعه على انها ساعه سمارت، فهنا الشكل والمتانه عليهم عامل كبير جدا. فانت لو بتدور على ساعه سمارت بس في نفس الوقت بند، وفي نفس الوقت يكون حجم البند ده كبير وبتديك متانه، لان انت هنا بتتكلم على سبيكه من الالومنيوم، وبتديك متانه وبتديك سوفت وير لذيذ جدا وخفيف جدا. الساعات هنا مش تقيله خالص، ما بتحسش ان انت ماسك ساعه ايه القرف اللي انا شايله ده، لا، الساعه هنا السوفت وير بتاعها كويس جدا، الشاشه بتاعتها كثافه البكسلات كويسه جدا. الساعه هنا بتديك تجربه فخمه ومش هتندم عليها ابدا. ونروح هنا على البوب، قريبه قوي من ساعات الالترا بتاعت ابل، بس فعلا هنا ليفل الكواليتي وليفل الفخامه اضعاف اضعاف اضعاف. انت هنا مستحيل تحس ان انت ماسك ساعه رخيصه ابدا، او ساعه باين عليها انها مش اصلي. انا مش قادر اوصف كميه التفاصيل وكميه المتانه اللي في الساعه دي. تيجي من سبيكه من الزنك، الساعه هنا متينه فوق ما انت متخيل. للاسف الفيديو مش هيوصل لك الفخامه اللي الساعه دي فيها، بس فعلا اختيار ممتاز لمحبين الساعات الكلاسيك اللي بتيجي بستراب معدن. ديزاين الساعه في الايد حلو جدا، واي حد بيحب الاسترابات الكلاسيك هتحس ان انت لابس ساعه فخمه عليها القيمه. هيكل الساعه كله مصنوع من سبيكه من الزنك قاومه للنار، يعني انت لو خدتها رميتها في النار مش هيحصل لها حاجه، بس اكيد ما انصحكش تعمل الحركه دي عن عمد. بس الساعه لو اتحطت في نار بالغلط مش هيحصل حاجه. تيجي بحجم 1.96 بوصه، يعني غالبا 2 بوصه الا حاجات بسيطه جدا. كورنينج جوريلا جلاس 3 برضو، شاشه اموليد، فيها كل اللي بتتمناه من ساعه سمارت، واخده نفس الشهادات العسكريه اللي كانت واخداها الاكس 2. فهنا المتانه ما تنعاش همها. وبرضو الساعه ينفع تغطس بيها العمق 50 متر تحت
الميه مش هتواجه اي مشاكل، وبتيجي بنفس المعالج ال ATS ال 3085 i. بس هنا اللي بيميز الساعه عن الباقي انها بتيجي بذاكره داخليه 256 ميجا، وسعه بطاريه 480 ملي امبير. تقعد معاك الشحنه الواحده في الاستخدام من 12 ل 15 يوم في الاستخدام المتوسط، ولو استخدام مكثف للساعه تقعد معاك من 5 ل 8 ايام، وممكن تعملها وضع ستاند باي تكمل معاك لحد 50 يوم في الشحنه الواحده. وبرده بتيجي ببلوتوث 5.3 عشان سرعه النقل، وبيجي عليها برده اكتر من 170 وضع رياضي. اما بالنسبه للميزات الصحيه اللي بتيجي في الساعه فبرده بتيجي بنفس مميزات الموديلات اللي قبلها، من متابعه نوم ونبضات قلب ومتابعه اكسجين، وكل المميزات السابقه موجوده في الساعه دي طبعا. وبيجي على الساعه برده اكتر من 500 واتش فيس. لو عايز تنوع من هنا لحد سنين كتير قوي هتفضل في اختيارات جديده وفي اختيارات لذيذه لتغيير شكل الساعه اللي انا بشوفها قمه في الفخامه. لو تسالني الساعه هنا متينه جدا، قويه جدا، شيك جدا، تفاصيلها مرعبه. الساعه هنا بتديك تجربه استثنائيه في فكره الفخامه، قبل ما يبقى سوفت وير، قبل ما تبقى امكانيات داخليه. الساعه هنا في ليفل تاني خالص. اي حد بيحب الساعات الكلاسيك ده اختيارك الاول والاخير. ونروح لاخر واحده معانا وهي المحببه ليا، وهي الكوزبيك تي 3 الترا. هنا الساعه دي هتاخد فيها ميكس ما بين الفخامه الكلاسيك وفي نفس الوقت انا بحب التصميم الدائري، فعشان كده برضو ده من الاسباب انها عجباني اكتر، لان انا بحب احس ان انا لابس ساعه. انا اتربيت على ان الساعه تبقى مدوره، فلما كبرت حابب اكمل المسيره برضو. فهنا دي بتديني الحاجه اللي انا بحبها في الساعات. الساعه المدوره ده اقرب شكل بشوفه ساعه. فعشان كده ان انت تاخد ساعه سمارت بالفخامه دي، لان انت بتتكلم ان انت هنا واخد نفس فخامه الام 3 مع الشكل الدائري الممتاز في الايد، ده غير حجمها المثالي في ايدك وانت لابسها، مديه فخامه وشكل مستحيل. هيكل الساعه هنا فولاذ مقاوم للصدى اللي هيديك متانه وفخامه عاليه جدا في الايد. انا نفسي ابين اكتر قد ايه الساعه هنا شكلها فخم، وقد ايه الساعه هنا شكلها في الايد بريميوم لابعد الحدود، بس للاسف دي اقصى حاجه ممكن اعملها. الساعه هنا بتيجي بجوريلا جلاس 3 مع ستراب سيليكون، بتيجي بنفس المواصفات اللي بتيجي بيها الام 3، نفس البروسيسور الاي تي اس 3085 ال، مساحه داخليه 256 ميجا بايت، وبرضه حجم بطاريه 470 ملي امبير، تكفي معاك استخدام متوسط من 12 ل 15 يوم، وستاند باي تقعد معاك لحد 50 يوم. والساعه داعمه للجي بي اس، وعليها برضه اكتر من 170 نظام رياضي، وبتيجي بنفس السنسورز اللي موجوده في الساعات اللي قبل كده، سواء نبض قلب، سواء اكسجين، سواء تتبع نوم، سواء تتبع حركه، سواء ضغط دم. والاربع ساعات عشان لو في ساعه نسيت مثلا اوضح فيها بما ان دي اخر ساعه، بيجوا بمتابعه حاله المراه، وينفع تعمل من عليها مكالمات، وتجيب لك نوتيفيكيشنز الابلكيشنز كلها، ورسائل برضو التليفون، واتساب، اس ام اس، اي مسج هتجيلك على التليفون، وليها اكتر من 500 واجهه مستخدم. انا لو تسالني ما بين الاربع ساعات كل واحد واختياره، الاربع ساعات كويسين جدا، الاربع ساعات الكواليتي بتاعهم ممتاز، الاربع ساعات بيدولك اداء ثابت مستقر، مش تقيل، مش هتحس ان الساعه معاك بتهنج او انها تقيله عليك في الاستخدام نهائي. الاربع ساعات بيجوا بكواليتي فوق الممتازه. انت شوف محتاج ايه. تحب الساعات الكلاسيك ساعتها هتختار الام 3، تحب الساعه تبقى ميكس ما بين السمارت وما بين في نفس الوقت الستراب السيليكون بالشكل ده، ساعتها هتختار التي 3 الترا. لو بنت فمعروف هتاخد الاس 2. اما لو انت رياضي يبان ان هو باند وفي نفس الوقت شاشته كبيره والكواليتي بتاعته ممتازه وقدام اي حد يلفت نظره من التصميم بتاعه، فاكيد هتروح للاكس 2 وبس. وده كان فيديو النهارده، كان معاكم حازم تيك فيو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.